السلام عليكم ورحمة الله. لو عايزين تاكلوا فراخ مشوية بطعم حلو جدا وتتبيلة خطيرة وطعم المزازة كده يكون باين فيها وجميل، الطريقة دي هتعجبكم جدا. بجد يا جماعة مش قادرة اقول لكم الفراخ المشوية بتاعتنا دي كان طعمها حلو قد ايه. سهلة ولذيذة وطعمها جميل. عملناها بطريقة سهلة خالص وحطينا لها كده مكون ودى طعمها في حتة تانية خالص. شايفين الجمال؟ الفراخ كانت دايبة ومستوية وحلوة جدا. الناس بقى اللي بتحب طعم الليمون في الأكل أو طعم المزازة كده في الأكل، أنا متأكدة إن الوصفة دي هتعجبهم جدا. تعالوا بينا بقى نشوف احنا عملناها ازاي. عندي 4 بصلات كبار أنا مقطعاهم كده جوانح، هنزل بيهم كده في صينية، وهنزل بقى عليهم بربع كوباية من عصير الليمون. هضيف عليهم كمان ربع كوباية من الزيت، وهنضيف معلقة كبيرة من الملح بس مش مليانة قوي. هنضيف كمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، هنضيف معلقة صغيرة من البابريكا. والمكون الأساسي اللي عندنا النهاردة في الوصفة ومدي للفراخ كده مزازة وطعم حلو جدا هو معلقتين من السماق. والسماق طبعا موجود عند العطار، هنضيف منه كده معلقتين. وهنضيف كمان نص معلقة صغيرة من بهارات الفراخ. وهقلب بقى البصل كويس جدا مع التوابل لغاية ما البصل يدبل ويبدأ ينزل المية بتاعته. هجيب بقى الفراخ بتاعتي اللي انا عايزه اشويها، وهبدا كده اتبلها بالبصل والتوابل كويس جدا من تحت الجلد كده ومن فوق الجلد. هبدا كده اعمل لها مساج، وهدخل كده البصل من تحت الجلد زي ما احنا شايفين كده. هتبل بقى الفراخ كويس جدا كده كلها، وهرصها في الصينيه وهخلص الكميه كلها، واغطي الصينيه بتاعتي بقى وادخلها التلاجة مش اقل من ساعتين علشان الفراخ تشرب من التتبيله. بعد كده بقى هنخرج الفراخ بتاعتنا من التلاجة، وهشغل بقى الفرن على درجة حرارة 200. وهجيب بقى ورقة من الفويل وهغطي الفراخ كويس جدا، وهدخلها بقى الفرن. هتقعد ساعة وربع في الفرن. قبل ما هخرجها بقى من الفرن هشيل ورقة الفويل وهشغل لها الشواية علشان تاخد اللون الجميل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. بجد يا جماعة مش قادرة اقول لكم الوصفة دي كانت حلوة قد ايه. وريحة كمان الفراخ في البيت كانت قلب البيت بجد، مع البصل والتوابل اللي احنا ضفناها عليها كانت حلوة جدا. بجد الطريقة سهلة وبسيطة وحلوة جدا. طعم الفراخ كده مع السماق والليمون واخد كده طعم المزازة ومديها يعني جمال كده مش طبيعي. بجد الوصفة حلوة وهتعجبكم لما تجربوها ان شاء الله. شايفين بقى الفراخ بتاعتنا؟ الفراخ دايبة ومستوية وحلوة جدا. حطيناها بقى في طبق التقديم ورشينا عليها كده رشة من البقدونس. وبصوا الفراخ بقى، بصوا معايا بقى كده الفراخ بتتقطع ازاي بالشوكة بمنتهى السهولة. الفراخ دايبة جدا يا جماعة. ولا البصل كمان كده مع الرز حلو جدا. ممكن بقى تاكلوها بالرز كده، وممكن تاكلوها مع المكرونة، وممكن كمان تتاكل مع العيش. شايفين الفراخ بتاعتنا دايبة ازاي؟ يلا جربوا الطريقة وإن شاء الله الطريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير.